ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوف القناه ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك لتحت الفيديو، ويلا بينا نبتدي الفيديو. بدات معاكم كده الفيديو بكوبايه النسكافيه بتاعتي كده على الصبح. هي كوفي بريك اللي هو 2 في 1، حلوه جدا. بحب اشربها كده من غير سكر الصبح. بتكون حلوه وبتفوقني، وكمان اخف من القهوه لان انا عايزه اخف القهوه شويه. بس عندي هنا، نزلت هنا بكام ملعقة كده من السمنة. تقدري تستبدلي السمنة دي بزيت، او تقدري تستبدليها بزبدة، او تحطي زيت على زبدة، سمنة على زيت، براحتك. المادة الدهنية اللي تحبيها وتريحك والمتوفرة معاكي استخدميها. انا استخدمت هنا سمنة، جبت عليها كده يعني هي بصلتين. بس البصلتين مطلعين كده فروع، فبين لكم كده 3 تقريبا او 4، بس هما بصلتين وسط. لو ما عندكيش بصلتين وسط حطي 3، براحتك، يعني 3 يكونوا صغيرين. بس هقطع كده البصل قطع مكعبات كده، تقدري تفرميه على الكبة براحتك خالص. النهاردة كده هنعمل صينية بشاميل. بجد بجد جربي الطريقة دي وهتدعيلي، بجد تحفة تحفة جدا جدا جدا، ومظبوطة كده بالشعراية زي ما بيقولوا. حطيت كده البصل بتاعي وهفضل اقلب فيه، مش عايزاه يحمر خالص. انا يدوب بس عاوزاه البصل بتاعي يغير لون كده، ويبقى لونه كده ذهبي حلو. مش عايزاه لونه احمر زي ما نكون هنعمله كده في تقلية وطبيخ والكلام ده، لا. انا عايزاه بس يكون لونه ذهبي وحلو. احط عليه ايه البصل ده؟ مش هحط عليه غير ملح وفلفل اسود بس دلوقتي، والبهارات لسه هنضيفها شوية كده. هضيف كده الملح بتاعي والفلفل الاسود بس، مش هضيف اي حاجة تاني. هفضل كده اقلب فيهم لحد ما يغيروا اللون زي ما قلت لكم. بس انا عندي اللحمه بتاعتي يعني كانت في الفريزر، انا ما كنتش طلعتها تفك اصلا. دول كام دول؟ يعني نص كيلو لحمه، ناقص حاجه بسيطه يعني. بس هبتدي كده يعني حطيتها عشان مع البصل عشان تفك من ما البصله تحمر، تكون اللحمه بتاعتي فكت. ههدي النار كده وافضل كده اقلب فيها لحد ما اللحمه بتاعتي كده تفك خالص، وافضل كده الجزء اللي يفك انزله مع البصل، وهكذا لحد ما اللحمه بتاعتي كلها تفك خالص. وهنزل عليها بملعقه كده من هريسه الشطه الحراقه. بجد مكرونه بشاميل انا بالنسبه لي لازم تكون حراقه وحلوه كده مشطشطه. وهفضل كده اكسر فيها والكلام ده لحد ما تفك معايا. هنا كانت فكت وحطيت عليها الطماطم كمان واتسبكت، بس ما صورتش المقطع ده. اهو شايفين شكلها كان عامل ازاي؟ بجد كانت تحفة. وحطيت عليها صلصة كده جاهزة، والطماطم بتاعتي عايزة اقولكم خطيرة بجد. عندي كده هنا مية، الحلة دي هسلق فيها المكرونة بتاعتي. مش هضيف غير ملح بس للمكرونة، مش عايزة احط لها زيت. ليه زيت؟ عشان لما بالذات البشاميل لما تيجي تسلقيه او تعملي المكرونة بتاعته ما تحطلهاش زيت، علشان الزيت هيخليها تفلفل معاكي ومش هتطلع معاكي القطع، يعني مش هتطلع معاكي قطع، هتطلع معاكي مفرولة كده، يعني مش ماسكة نفسها. فعلشان تكون حتة واحدة ما تغسليهاش وما تحطلهاش زيت بس. يعني دي مهمة، دي خطوة مهمة في المكرونة البشاميل. جربي كده واكتبيلي في الكومنتات. بس وهفضل كده حطيت كده المكرونه مش هتسلق سلقه كامله، يا دوب سوا الا ربع، وهطفي عليها بس. وهنا يعني خلصت كده، هسيب المكرونه تعيش حياتها. وبعد كده هعمل معاكم برضو البشاميل بيكون بالزبده حلو جدا جدا جدا. جربي تعملي البشاميل بالزبده بيكون تحفه. بس انا للاسف مش معايا زبده، فحطيت سمنه عادية في علب، بس تعتبر بديل برضو الزبدة الصفراء. كمان جربيها بالزبدة الصفراء بتكون تحفة بجد. حطيت كده حوالي كده ملعقتين. انا بحط بالنظر، بس انا عارفة انا بحط ويعني بعرف اظبط المقدار بتاعي كويس جدا.
حطيت كده الزبدة بتاعتي وهسيبها كده ايه لحد ما تسيح معايا او تفك، وهنزل عليها بالدقيق وهفضل كده ايه اقلب فيها لحد ما الدقيق بتاعي ريحته تطلع، وكده تحسي انك انتي شامه ريحه الدقيق اللي انت حطيتيه، ويتفعل كده مع السمنه. تقدري تضيفي لبن في الخطوه دي، لو ما عندكيش لبن خدي ميه من سلق المكرونه، بتخلي القوام كده يتقل معاكي بسرعه ويربط معاكي، وبيكون طعمه حلو علشان النشا اللي فيها المكرونه بتكون منزله النشا بتاعها فيها. فعايزه اقولك بتكون تحفه وبجد حلوه جدا. جربي تعمليها وبتفك بسرعه، وحتى لو كلكعت معاكي ما تخافيش. افضلي قلبي وخلي النار كده هاديه شويه، ما تعليهاش قوي، وايدك فيها لحد ما ايه تفك معاكي. وتقدري تضيفي جبنه موتزاريلا لو حابه، لو مش معاكي جبنه ضيفي جبنه مثلثات، جبنه كيري، بريزيدون اللي بتحبيه حطيه، جبنه عاديه فيتا، براحتك خالص، يعني المتوفر معاكي حطيه والموجود معاكي مشي بيه نفسك. تقدري تستغني عن خطوة الجبنة دي خالص، برضو براحتك، هي بس ما عليها ان هي بتطعم كده البشاميل مش اكتر من كده. لو عايزة تضيفي لبن حطي، مش متوفر معاكي عايزة تعمليها حاجة كده اقتصادية ضيفي لها ميه بس، يعني ايه براحتك، اللي هيتوفر معاكي ويظبط معاكي الدنيا ويمشي معاكي الدنيا استخدميه، وما توقفيش نفسك على اي حاجه، مشي نفسك بالموجود معاكي والمتوفر معاكي. خلاص كده انا البشاميل غلي بتاعي، ضفت عليه واحده مرقه وفلفل اسود وملح بس، ما تضيفش اي حاجه تاني، بيطلع نفس بتاع ماجي اللي بنشتريه. الاكياس الجاهزه دي بيكون زيها بالظبط ونفس الطعم وكمان احلى كمان. مش هضيف اي حاجه تاني. طفيت عليه النار والقوام بتاعي كان حلو. التسبيكه بتاعتي باللحمه المفرومه تحفه جدا، ضفت لها ايه بهارات فلفل اسود وكزبره وملح وسنه قرفه ومكعب مرقه وسبع بهارات. لو عندك بهارات بشاميل ضيفي. ودي شكلها بجد كانت تحفه، عايزه اقول لكم من غير ما احط الصوص بتاعها كانت جميله جدا جدا. هضيف كده صوص البشاميل، وطبعا مسخنه الفرن كده عشان زي ما انتوا عارفين انا الفرن بستخدم فرن يعني اللي هو الفرن البلدي ده بتاع العيش وكده، مش بستخدم بتاع البوتاجاز علشان ناره ضعيفه جدا والحاجه ممكن تقعد يوم كامل عشان تتعمل. فبصراحه جايبه فرن عندي في البلكونه، فرن بلدي بستخدمه بينقذني وحلو جدا جدا معايا اهو. زي ما انتم شايفين حطيت كده وحطيت عليها كده شويه جبنه بعد ما كانت مسكت نفسها شويه، حطيتها كده في الفرن بتاعي، وهسيبها لحد ما تستوي كده براحتها. وبعد كده اوريكم شكلها بجد كانت تحفه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هقطع معاكم كده جزء واوريكم قد ايه هي سخنه، لسه مطلعها حالا من الفرن ومتماسكه، وبجد بجد خطيره وريحتها تحفه. جربوا الطريقه دي واكتبوا لي في الكومنتات، بجد تعجبكم جدا جدا، وهتاخدي احلى مكرونه بشاميل بصوص حلو وقوام حلو، وبجد تشرفك قدام اي حد. وبس، وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك بتاعكم عشان هو اللي بيشجعني، واكتبوا لي كومنتات حلوه عشان استمر وانزل لكم فيديوهات تانية. وبس، وده كان الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، يلا مع السلامه.